بص كده، تعال اقول لك حكاية عن واحد من اجدع واخطر ولاد الطبيعة، التمساح. والله ما تستغربش، اصل التمساح ده مش بس حيوان، ده اسطورة ماشية على اربع. من زمان قوي، من قبل ما احنا نفكر حتى في الوجود، كان التمساح عايش ملك في المية. بيصحى الصبح يفتح بقه الكبير اللي يبلع فيه لو حب، وبيتمطع كده ويقول يا ارض تهدي معلكي قدي. التمساح بقى عنده سلاحين مفيش زيهم. الاول سنانه، يا سلام، سنان مرصوصة زي الجيش، مستنية بس الفرصة علشان تتطبق على الفريسة وتقول لها باي باي. والتاني بقى صبره. والله التمساح ممكن يفضل ثابت في المية بالساعات ولا كأنه عايش. اول ما الضحية تقرب خلاص فيلم الرعب بيبتدي. وفي بقى لقطة شهيرة عند التماسيح، حركة كده اسمها لفة الموت. دي بقى لما التمساح يمسك الفريسة ويقلب بيها في المية كأنهم بيرقصوا. بس هي رقصة النهاية. سلام بقى على أي حاجة دخلت بقه بعدها. التمساح بقى مش بس بيصطاد، لا ركز معايا، ده كمان بيقدر إن هو يعيش من غير أكل بالشهور. يعني لو ليه أكل كويس بيخزن، ولو مفيش عادي يقفل بقه ويستنى. ملك البرودة. وطبعا محدش يقدر ينكر ان التمساح من ايام الفراعنة وهو ليه مقام. كانوا زمان بيقدسوه وساعات بيرسموه على الجدران كأنه إله، وهو لحد النهاردة مازال ماشي في حاله، اللي قرب له يا ويله. بص بقى، التمساح ده مش أي حد، ده تقيل. يعني لو الطبيعة عاملة ماتش مصارعة، هو أول واحد ينزل الحلبة ويكسب قبل ما الجرس يضرب. التمساح بيعيش فين بقى؟ غالبا هتلاقيه في الأنهار والبحيرات والمستنقعات زي نهر النيل عندنا في مصر، وكمان في أماكن زي أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية اللي يشوفه فوق المية ويقول عليه عادي. شوية جلد خشن وعينيه طالعة بره كده، بس تحت المية ده غواص درجة أولى. بيقدر يقعد تحت المية 10 دقايق، وفي بعض الأنواع توصل لساعة كاملة من غير ما يتنفس. وحياته بقى منظمة، يعني في الصيف تلاقيه مبسوط ورايق وبياكل كويس، أما في الشتاء يقلل حركته خالص ويقعد يدفن نفسه في الطين علشان يحمي نفسه من البرد. اما بقى عن طوله ووزنه، ركز كده معايا. التمساح النيلي مثلا اللي عندنا بيوصل طوله ل5 أو 6 متر، وتلاقيه وزنه كده 400 500 كيلو عادي. يعني لو حب يعمل دايت لازم يقلل نص قريته من الاكل. وسلاحه مش بس في اسنانه، ده عضته حرفيا من اقوى العضات في المملكة الحيوانية كلها. العلماء بيقولوا ان قوة عضته بتوصل ل 3000 او 4000 نيوتن. يعني لو عض حاجة خلاص انتهت. وعايز تعرف اغرب حاجة؟ التمساح بيربي عياله. والله مش بيرمي البيض ويمشي، لا، بيراقب العش، ولما العيال تفقس لو شاف خطر يقرب منهم وينقلهم ببقه بكل حنية ويحطهم في المية. فتخيل بقه نفس البق اللي بيهجم بيه على فريسة وزنها نص طن، هو اللي بيشيل بيه عياله برقة كأنه أب حنون. بس تعالى بقى للحظة الجد. التمساح لما بيجي ياكل الدنيا بتتقلب، مفيش هزار. لما يمسك الفريسة بيعمل حركة لفة الموت زي ما قلت لك قبل كده، بيلف بيها جسمه كله بأقصى سرعة علشان يقطع الفريسة حتت. مفيش حد يقدر يقاوم اللحظة دي. وطبعا هو مش أكيل لحوم بس، ساعات لو في زعانف أو حتى نباتات حوالين المية بياكل منها. تقدر تقول عنده دايت متنوع حسب المتاح. وفي معلومة لازم تعرفها، إن التماسيح موجودة من أيام الديناصورات، يعني من أكتر من 200 مليون سنة، وهم عايشين وماشي حياتهم بنفس النظام، وكأن الزمن واقف عندهم. وبس كده يا صاحبي، لو عجبتك الحكاية دي ما تنساش تدوس لايك وتعمل فولو، واستناني في حلقة جديدة من ممالك غريبة في عالم الطبيعة. سلام.